خسائر مالية كبيرة تكبدها أصحاب المحال هنا، حيث أتت النيران على 5 محال لبيع الهواتف النقالة، فضلا عن شركات في هذه البناية بشارع 14 رمضان في منطقة المنصور. الحريق اندلع في ساعة متأخرة من الليل داخل محل بيع الهواتف النقالة، وتسبب بخسائر تصل إلى ملايين الدنانير. هي بدت من هنا واخذت هيك من اللي فوق كلها اخذت. احنا واقفين لهنا بحيث ما قدرنا، يعني عندنا حتى عائلتي جوا بالقوه يلا طلعناهم. غاليه الثمن وكلهم بتأدوا هالمحلات تباع عليهم باحه حالتهم، والله العظيم الجو تقول يتلاطمون حقهم فلوسهم وتعبهم. كلها ايفونات 17، الايفون المذهب، الايفون المغير لونه، الايفون الجديد، ايفونات المستخدمه. اغلب هنا السوق اقوى شيء بالايفون يعني، وخساره كلش قويه، مو عدا الاكسسوارات اللي ملايين. فخساره يعني عاليه على اصحاب المحلات. الله يكون بعونهم ويساعدهم على هذا الشيء. فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق ومنع وصول النيران إلى العمارات المجاورة. والحمد لله رب العالمين، قدر ولطف. الحمد لله. خسائر كبيرة يعني؟ والله خسارة طبعا كبيرة، بس هي الحمد لله البشر ما بي شيء، وهذا كله إن شاء الله يتعوض، والعوض على الله. الحمد لله. شو كان تعامل؟ والله مو جيد جدا، أكثر من جيد جدا. الله يوفقهم والله يحفظهم، لأن كان لهم أثر كبير بالموضوع، وإن شاء الله الله يحفظهم. وبينما تتواصل التحقيقات لمعرفة أسباب الحريق، تؤكد الجهات الرسمية